هاي هلو، ازيكم؟ السلام عليكم. عمرك حسيتي انك تعبانة من غير سبب كده، زي ما تكوني شايلة حاجة تقيلة، طاقة تقيلة؟ غالبا الوجع ده مش من اللي حصل، الوجع ده من حاجة انت كنت متوقعاها تحصل وما حصلتش، من صورة اللي انت كنت رسمها في خيالك، من حد انت كنت فاكرة هيبقى معاكي، من حلم كنت مستعجلة عليه ما تحققش. الوجع ده طبيعي، احنا بشر بنعلق قلوبنا في حاجات مش دايما بتكون لينا. ابن القيم قال: ما علق العبد قلبه بغير الله إلا ذل. الذل هنا مش إهانة، الذل هنا هو إن قلبك يبقى ضعيف قدام حاجة مش بإيدك. أنا هنا في ألمانيا اتعلمت إن كل حاجة بتاخد وقت، حتى لو حاجة صغيرة. لغة بتاخد وقت، الشغل بياخد وقت، الاستقرار بياخد وقت، حتى الراحة بتيجي على مهلها. زي ما بيقولوا هنا alles braucht seine Zeit، يعني كل حاجة محتاجة وقتها. اللي يفهم المعنى ده يعرف إن اللي جاي فعلا أحلى، زي ما أنا كاتبة العنوان بتاع الحلقة، اللي جاي أحلى بس مش دايما أسرع. زي برضو ما اتكلمنا في حلقة فاتت قبل كده عن التخلي، وإن السعادة كانت مستنياكي بس انتي مستنية إنك تسيبي شوية وزن، تسيبي شوية. النهاردة بقى جاي أقولك إن اللي جاي أحلى، بس لازم تسيبي الفكرة إن كل حاجة لازم تحصل دلوقتي، لأن ربنا مش بيأخر حاجة إلا العلم، ولا بيمنع حاجة إلا الخير. زي ما ربنا قال: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ونعم بالله. الفرق اللي جاي أحلى، واللي جاي يوجع، هو الفرق بين الطموح والتوقعات. الكلمة دي مهمة جدا، بمعنى ان انتي ما تبطليش ان انتي تحلمي، تبقي طموحة، نفسك تبقي احسن بكرة، لكن ما تتوقعيش. اوعي التوقعات تقولك لازم يحصل كذا وفي الوقت الفلاني. طبعا دي حاجة يعني موترة جدا، ويعني مش بتتفق خالص مع موضوعنا. لكن الطموح لا، دي حاجة تانية بقى. أنا ماشية مهما اتأخرت، الفكرة إن أنا ماشية، هو ده السعي اللي ربنا بيجازينا عليه. التوقعات تكسر، أما الطموح يبني. حتى هنا في ألمانيا يقولك توقعي أقل وتفائلي أكتر. دي الحقيقة اللي أنا عايزة أوصلها. اللي جاي أحلى، مش لما الدنيا تتغير، لكن لما إحنا نتغير. أما تبصي على السنة اللي فاتت يمكن تشوفيها شبه شجرة يابسة، زي كده الغلاف اللي أنا حطاه للحلقة بتاعت النهاردة، مجهدة، تعبانة، ناقصة روح، مفيش روح. بس 2026 السنة الجاية بإذن الله، بإذن الله هتبقى شجرة مليانة ورد، مليانة خير، مليانة فرحة. مش علشان الدنيا اتغيرت فجأة، لكن عشانك انتي اللي اتغيرتي، أخدتي خبرة، كبرتي، قربتي لربنا أكتر، اتعلمتي تهدي. فأنا بقولك وبقول لنفسي، والله بقول لنفسي كمان، اللي جاي أحلى، بس لما قلبك يهدى هيعرف يشوف الحلو اللي جاي. قبل ما أخلص حلقتي النهاردة عايزة أقولك حاجة من قلب واحدة عاشت نفس اللي انت عايشاه. محدش بياخد كل حاجة مرة واحدة، ومفيش حاجة بتتأخر غير ربنا شايف إنها هتمحي جرح جواكي. مفيش وجع بيجي غير ومعاه حكمة، سبحان الله. فأنا بقولك اهدي، اطمني، وصدقي إن اللي جاي أحلى، مش بالكلام، بالعقل وبالقلب اللي كبر وبالروح اللي قربت. معانا ومعاكم ساندرا موسى، وده كلام من قلبي لقلبك. مع السلامة.